طيب اول حاجه انا عايزك تعملها هو انك انت، انا بس عشان كاتب الحاجات هنا على جنب، فانا هتلاقيني دايما بجد ببص عليه، بس بجد غصب عني. انا فعلا عايز الفيديو ده ما يطلعش بشكل سكريبتد، بس يطلع بشكل المعلومات اللي جوه تطلع كامله يعني. تمام. اول حاجه انا عايزك تحط جول معين انت عايز توصل له. جول واحد في حاجه معينه. يعني مثلا الفلوس. حلو الكلام. حط لنفسك جول معين. لو انت مثلا في الزيرو خالص وبتشتغل في اجازه الصيف، فانا عايزك في الجول ده انك انت تبقى ضامن انك انت المرتب اللي انت بتعمله من الشغلانه دي تعمله كل شهر في الاجازه الصيف اللي جايه دي. حلو الكلام. ده لو انت حد بجد على الزيرو، او تبقى على اخر شهر بالظبط يا اسطى بجد انت بتعمل الفلوس دي، خصوصا انك انت هتعرف تشتغل الشغلانه دي طول السنه. يعني الكلام ده مهاب انا مش فاهم. يعني انا مثلا لو انا مثلا شغال شغلانه بتقبضني مثلا يعني 8000 جنيه. حلو الكلام. فانا حطيت نفس التاسك ده، بس انا ما حطيتوش على شغلانه. انا كنت حاطه على المهندسين. يعني انا كنت عايز اعمل قبض مهندس سينيور آه، على ما اتخرج. التارجت ده انا حققته في اول سنه، الحمد لله الحمد لله بجد، والله العظيم حققته في اول سنه. تمام. اول تارجت فاول سنه ليا في الكليه تقريبا، او سنه ونص، شطر الحلفان بجد مش فاكر قوي يعني. حققت التارجت ده. تمام. طيب المفروض انك انت يبقى فيه تارجت واضح وصريح. مثلا لو انت بتعمل فلوس اوريدي، او انت اوريدي معاك مهاره او اي مكان، حاول تحط لنفسك تارجت توصل له. التارجت ده ممكن يبقى حاجه ملموسه او حاجه غير ملموسه. يعني مثلا ممكن يبقى التارجت ده انك انت عايز تجيب موتوسيكل، او انك انت عايز تجيب عربيه، او انك انت عايز تجيب ايا ما كانت بقى الحاجه دي. ممكن تبقى بجد اصلا انت عايز تجيب موتوسيكل. لو انت معكش مثلا موتوسيكل، ممكن تبقى انت عايز تجيب نفسك حاجه اللي هي مش عارف اسمها ايه، تي ان تي مثلا 250، او ايا ما كان بقى نوع البايك اللي انت عايز تشتريه لنفسك. وعلى فكره هتبقى حاجه جميله جدا. البايك ده يا جدعان والله العظيم احسن الاستثمارات اللي انتم ممكن تستثمروها في حياتكم. تمام. ممكن يبقى موبايل، انك انت عايز تجيب نفسك ايفون مثلا. ممكن تبقى بجد اصلا انت عايز تجيب نفسك ايفون 15 مثلا، والله العظيم وعادي ممكن توصل لها عادي. فاهم؟ بجد الموضوع مش صعب يعني. او ايفون 14، ايا ما كان بقى الايفون، نوعيه الايفون اللي انت عايز تجيبه. المهم انك انت يكون في تارجت واضح وصريح. التارجت ده لما انا كنت حاطه في حياتي، والله العظيم انا كنت بتحرك بشكل مرعب. الحاجه التانيه اللي ساعدتني برضو ان انا كان معايا ناس صحابي هم برضو كوميونتي كويسه، فكلنا كنا بجد بنمشي، كل واحد فينا بيمشي ورا التارجت نفسه. فده يمكن من اكتر الشهور. الشهر اللي فات ده يا جدعان عامه الحمد لله بجد يا جدعان ده اكتر شهر عملت فيه فلوس في حياتي. حلو الكلام. الشهر اللي فات ده كان بسبب الحاجات اللي انا كنت بتوقع عنها دي. انا كنت حاطط تارجت معين انا عايز اوصل له، وعندي ناس معينه انا اعرفها. الناس دي كانت بتقعد معايا، وكانت مش كنا بنشد بعض، كنت بحس بجد اصلا الناس دي بتشتغل، فانا كنت عايز اشتغل معاهم. وده اللي انا عايز عامه اعمله هنا في اليوتيوب، ان انا عايز اخلي الناس تتجمع مع بعض في حته واحده، والناس دي تشتغل مع نفسها. تمام. خصوصا بقى لو انا ممكن بعد كده اعمل لهم انا حاجات، بس حاجات بونصز يعني دول عن الجروب، ان انا ارد على اسئلتهم، ان انا ابعت لهم بروجرام، ابعت لهم مثلا رود ماب يمشوا عليها في مجالات معينه، ابعت لهم رود ماب مثلا في الجيم ممكن يمشوا عليها في خطه 90 يوم الجايين دول، ايا مكان بقى. عشان كده انا عايز اجمع الناس دي في مكان واحد. تمام. بس كمل الفيديو لحد الاخر هقول لك بالظبط انت ممكن تعمل ايه، خطه تعمل جوين حاجه زي كده يعني. فانت عندك 90 يوم، عندك تارجت واضح، انا عايز اجيب موتوسيكل. حلو الكلام. طيب انا عشان اجيب الموتوسيكل ده انا لازم اكون معايا مهاره انا كويس فيها. لو انت معكش مهاره، امسك مهاره معينه. هديكوا شويه مهارات دلوقتي، اختار اي مهاره فيهم اشتغل عليها ال 90 يوم الجايين. 90 يوم جايين، كل يوم ساعتين. آه، كل يوم ساعتين على مهاره معينه، انت هتبقى من التوب 10% من المهاره دي. اي ما كانت المهاره دي، اي مجال، لو انت اشتغلت فيه ساعتين كل يوم يعني 180 ساعه، انت هتبقى من التوب 10% في المجال ده. اي ما كان المجال ده. هيجيب لكم شويه مجالات، استنى كده يا جدعان انا كنت كاتبها. اختار اي مجال، وهقول لك تختار المجال بتاعك ازاي. تمام. اه اه ثانيه واحده. اه في كذا مجال يا جدعان. تمام. اول مجال هو انت ممكن تختار هو الكوبي رايتنج، انك انت تبقى شغال في الكوبي رايتنج. الكوبي رايتنج ده انك انت ممكن بتكتب بوستات معينه عشان تعرف تجيب مبيعات بالادسنس دي. ممكن تبقى، انا بجد مش متعمق قوي فيه، فانا بجد ما اعرفش يعني، بس انت ممكن تسرش عليه. بس هو مهاره الكوبي رايتنج. تمام. انا عارفها لان هي بتزود من مبيعات
براند معين، ولما بتزود مبيعات براند معين وانت مثلا بتاخد نسبه او بتاخد فلوس او اي مكان، خصوصا لو انت شاطر فيها فعلا، صدقني هتعمل فلوس جامده فشخ بير كلاينت. يعني عميل واحد بجد هيدفع لك فلوس جامده 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 جدا يعني. تمام. وانت ممكن تشتغل مع 5 مثلا اي مكان يعني. تمام. فاول مهاره، مش اهم مهاره، هي من المهارات يعني اللي انا هكلمك عليها، كوبي رايتنج. المهاره الثانيه حاجه لها علاقه بالفيديو اديتنج. انا عايزك تتعلم فيديو اديتنج، هتبقى قوي. بس الفكره في حاجه، ان انا مش عايزك اي مهاره من دول يا جدعان اوفر ساتوريتد. يعني ما حدش يجي يقول لي طب هي مهاره فيها ناس كتير قوي او الاي اي هيبدلها. انا مش عايز اسمع من النبي يا جدعان الكلام ده. بالله عليك ما تكونش انت حد على الزيرو وانا بكلمك في المهارات دي كلها وانت بجد انت مش فاهم اي حاجه، وبتقول بس الاي اي هيبدلني او المجال ده اوفر ساتوريتد اي مكان. انت بس مش عارف تماركت نفسك في المجال ده. انا اللوجو بتاعي، انا كنت كده ببيع لوجوهات. تمام. ما كنت شغال وسيط بصراحه يعني، ما كنتش انا اللي معايا السكيلات. كنت ببيع اللوجو ب 1200 جنيه، وكان واقع عليا اللوجو ب 250 جنيه، 1200 جنيه. وكنت ببيع بوسترات، انا بماركت البوستر. البوستر كان ب 40 دولار، كان بحوالي انا مش فاكر الدولار كان ساعتها كان بكام، زي ما هو كان 50 والله ما فاكر. بس انا كنت ببيعه ب 40 دولار. اللوجو البوستر الواحد ما كانش بوستر واحد، هو كان مجموعه يعني مثلا حوالي مثلا 8. ال 8 دول كانوا واقفين عليا تقريبا ب 10 دولار او انا بجد مش فاكر، هو رقم بجد رقم عبيط يعني. فاهم حاجه؟ وانا بتكلم مع العميل وبكلمه في 40 دولار وبتاع، عشان خاطر ده هيظبط له حاجات لها علاقه بالبراندنج بتاعه اي مكان. فالفكره كلها انك انت مش قصه ان اي هيبدلك، قصه انك انت بجد انت مش عارف تماركت لنفسك. حلو الكلام. وهقول لك ازاي تماركت لنفسك بعد كده يعني. فاختار مجال معين فيهم. يعني مثلا مهاره زي الفيديو اديتنج، انت مش هتشتغل فيديو اديتور للونج فيديوز، انت هتشتغل مثلا في حاجه اسمها كليبنج، انك انت تبقى انت ماسك مثلا مهاره معينه او سكيلايه معينه. وانا عارف ناس شغاله في المجال ده، تبقى ماسك مثلا سوري فيديو اديتنج، ماسك يوتيوبر معين، بتقول له انا هقصص لك الفيديوهات وهنشرها لك على التيك توك، وعلى التيك توك مثلا كذا اكونت تنشرهم، وعلى الانستجرام، وعلى اي مكان بقى، سناب شات، اي مكان بقى، المجموعه من السوشيال ميديا اللي انت هتنشرها عليها. المهاره دي فيها فلوس، وسهل انك انت تماركتها لحد اجنبي. لان هو لو دفع لك مثلا 400 ولا 500 دولار، بالنسبه له اصلا انك انت تعمل حاجات زي كده وانت فعلا بجد مستواك كويس، بجد الموضوع عادي. بجد الموضوع عادي. عامل واحد بس ممكن يدفع لك 500 دولار بمنتهى السهوله بعد ال 90 يوم دول. حلو الكلام. اي مهاره كان اللي هكلمك فيهم دول بجد انت ممكن تماركتها لناس اجانب بسهوله. تمام. انا مختار المهارات بتاعتي بالظبط يعني. فانت عندك كوبي رايتنج، عندك فيديو اديتنج، في الكليبنج بتاع الفيديو اديتنج، جرافيك ديزايننج نفس القصه. انت ما بتبيعش بوستر، انت بتبيع براندنج. فانت لازم تكون وانت بتتعلم جرافيك ديزايننج لازم تكون عارف ازاي اعمل ديزاين معين يزود من قيمه البراند ده، يزود من ثقه البراند ده، يزود من هو كل ما عدد العملاء مثلا اللي بيخشوا للبراند ده آه، بيخش مثلا يبعتوا لهم اي مكان، نسبه الناس اللي تبقى واثقه من البراند ده تزيد، فنسبه المبيعات اللي هم يعملوها البراند ده تزيد، وهكذا. فهم يعملوا فلوس اكتر، فانت تعرف تاخد فلوس اكتر يعني. تمام. فهمت انت الفكره؟ ده بقى يا جدعان الحاجات اللي اصلا بعلمها في الديلرز يعني. تمام. هي بنفس الفكره دي. ف ف جرافيك ديزايننج. حلو الكلام. ميديا باينج انت بجد انت ممكن تتعلمها عادي، بس مش عارف يعني، ما بفضلهاش قوي بصراحه يعني. بس انت ممكن تتعلمها عادي لو هي الموضوع في بالك اوريدي، اتعلمها. اخر مهاره الويب ديزايننج. حاول تتعلم ويب ديزايننج. طيب يا مهاب، انا دلوقتي الويب ديزايننج ده مجال كودينج ولازم شهور كتير عشان خاطر اعرف اتعلمه. الاي اي بجد ممكن يسهلك الموضوع ده في انك تتعلم المهاره دي. لو انت ممكن تتعلمها مثلا في سنه، 6 شهور، سنه. ممكن تتعلمها بجد يا جدعان في ال 30 يوم، في ال 90 يوم اللي جايين دول. الاي اي هيسهلك الموضوع. انت مش لازم تكون عارف كل سطر سطر، بس انت تبقى عارف الكودينج ده بيعمل ايه. عارف لو انت مثلا عايز تغير في حاجه معينه المفروض انك انت تظبط كذا، تحدد كذا، تسوي كذا. فبجد في 90 يوم انت ممكن تبيع مواقع. آه، اقل موقع مثلا ممكن يعمل 4 5000 جنيه، وانت اللي بادئ من الزيرو. اقل موقع لحد لو انت عارف تماركت لنفسك، انت ممكن تبيع الحاجات دي ب 8000 جنيه، 10000 جنيه. للناس بره مصر انت ممكن تبيع الدولار مينيمم، بالدولار يعني مينيمم من 250 دولار مينيمم ل 500 دولار، لحد بقى ممكن توصل لارقام كبيره انت اصلا ممكن محدش فيكم اصلا يحلم بيها. انت ممكن تعمل موقع بجد ب 1000 دولار ايزي. حلو الكلام. لو انت بتارجت فعلا الناس الصح. بس الفكره كلها انك انت معاك الاسكلايه، سكلايه غاليه زي اللي انا كلمتك عنها دي. الفكره انك انت تعرف تماركت لها صح. تمام. انا بعلمك ازاي تماركت عامه في الديلرز يعني. بس
سيبك حتى بالديلرز دلوقتي، اتعلم انك انت في العموم اتشقلب، وتعلم انك انت ازاي تماركت لها صح. مواهب، اختار انهي مجال فيهم. اختار، كلم كلود او كلم شات جي بي تي او كلم اي مكان واساله، قول له مثلا اعمل لي مثلا زي تيست كده او اي مكان او شويه اسئله انا هجاوب عليها، وبناء عليها حلل لي انهي مهاره انا ممكن اختارها. حلو الكلام. اتعب شويه. طيب يا مهاب، المجالات دي انا ممكن اتعلم من فين؟ اليوتيوب مليان. اليوتيوب مليان. حلو الكلام. أه هجمع في حاجه غير اخلاقيه شويه بس سامحوني فيها يعني. لو في اوبشن انك انت تسمع الكورس مسرب اسمعه. حلو الكلام. آه، اسمع الكورس المسرب ده، ويا سيدي لما تبدا تعمل فلوس ساعتها بشتري يا سيدي بالفلوس دي. حلو الكلام. لو انت مستحرم من الموضوع فانت بجد يعني انت حرام عليك نفسك، يعني انت الحرام فعلا هو المستوى اللي انت فيه ده بسبب انك انت عندك اوبشن انك انت ممكن تستخدم كورس مسرب وتعمل منه فلوس، وساعتها تبقى تشتريه من الاونر نفسه. وانت مش عايز تعمل حاجه زي كده لاجل ان هو حرام. لا، هو بجد الحرام يا اسطى بجد هو اللي انت فيه دلوقتي. احنا ممكن نختلف او نتفق في حاجه زي كده، بس انا بقول لك اعمل حاجه زي كده. حلو الكلام. لو ده هيحسن لك من حياتك وده الرود ماب الافضل ليك انت، اعمل حاجه زي كده واشتري الكورس بعدها. ده احسن حاجه لو انت عايز تضمن فعلا، تضمن نفسك يعني. فانا كلمتكم في مجموعه من المهارات اهي: جرافيك ديزايننج، ممكن ميديا باينج، ويب ديزايننج، كوب رايتنج، فيديو اديتنج. 5 مهارات دول اتعلم واحده فيهم لمده ساعتين كل يوم. ساعتين كل يوم انت هتخليك من التوب 10% في المجال ده. حلو الكلام. ايه تاني بقى انا كلمتكم فيه؟ فانت خلاص عرفت دلوقتي انك انت هتشتغل ساعتين في اليوم على مجال معين كل يوم. انا عايز اقول لكم على حاجه كده، ليه انا يا جدعان بقول لكم ساعتين؟ على فكره ساعتين في اليوم يعني 180 ساعه في ال 90 يوم. ده رقم حلو قوي. طب انت اصلا في ايام هتلاقي نفسك انك انت متحمس وبتاع وعارف تشتغل اكتر من الساعتين دول. جود. هتلاقي نفسك انك انت كسرت ال 200 ساعه 250 ساعه. ده رقم ضخم، رقم ضخم يا ابني انك تستثمره في مجال معين. بجد يا اسطى ده رقم ضخم. وخليها على فكره عندك على الستوب ووتش، واقعد كل شويه اعمل اد لعدد الساعات بحيث انك انت تعرف. يعني مثلا عملت شغلت مثلا ساعتين، تحط تعمل مثلا ساعتين زائد 3 ساعات انت استخدمتهم بكره 5 ساعات، لغايه ما تجمع تلاقي نفسك انك انت حاطط التارجت انك انت آه، اول 100 حققت مثلا اول 100 ساعه مثلا في شهر ونص او اي مكان يعني. تمام. فهو ده حرفيا الرود ماب الاقوى اللي انت المفروض تمشي عليها. طيب، هل انا مهاب الوك ان كل يوم لمده 8 ساعات؟ لا. شوف انا بقى، انا اللي بقى اللي بقول لك لا، لان انت في دراسه يا اسطى، انت بجد انت في دراسه. فانت لو انت عملت لوك ان لمده 90 يوم الجايين دول هتعمل فلوس كويسه، بس انت دماغك بجد هتتحرق. فانا عايزك كل يوم، كل يوم تقريبا انزل اخرج عادي. يعني انزل اخرج، انزل اتمشى، قابل صحابك، انزل. انا ما بحبش اخرج كتير بصراحه، بس انا بقول لك لو انت عندك الاوبشن او انت معاك عربيه والدك انت ممكن تخرج بيها، الموضوع سهل يعني. انزل اخرج. حلو الكلام. اخرج. لو عايز تخرج كل يوم، وحتى لو موضوع مادي مش احسن حاجه، انزل بجد اقعد مع اصحابك على قهوه اي مكان بجد يا اسطى كل يوم. بجد لان انت عايز الفيول ده يتجدد كل يوم عن التاني، فانزل. طيب، لو انا مهاب دلوقتي بعمل عاده مش كويسه، حلو الكلام، هل اقاوم العاده دي؟ انا بقول لك، وده في ناس كتير قوي تختلف فيه، لا، ما تقاومهاش. لو انت في ليفل كويس فيها ما تقاومهاش. يعني مثلا انا مثلا اعتبر يا سيدي ان انا مدمن بورن. حلو الكلام. لو انا حياتي كلها بجد متمركزه على البورن، لا ساعتها يعني اتصرف في انك انت توقف العاده دي. حلو الكلام. اتشقلب. اي مكان بقى انت ممكن تسرش، انت كده عارف يعني، سيبك من اضرارها وبتاع، حاول تشوف حاجه فعلا عمليه تعملها عشان توقف العاده دي. بس انا وجهه نظري الشخصيه، لو انت فعلا مش مدمن قوي، انت اصلا تلقائيا الحاجات دي لما انت هتمشي عليها تلقائيا اصلا مش هتتفرج على بورن. لا بس كانك انت بجد قعدت 7 ايام من غير ما تتفرج على بورن، 10 ايام، 20 يوم بجد انت ما بتتفرجش على بورن وانت اصلا ناسي وسرحان. حلو الكلام. الموضوع ده على فكره عن تجربه شخصيه يعني. تمام. لما تكون انت فعلا فاضي ما بتعملش اي حاجه بيبقى الموضوع صعب. لما انت تكون انت شغال على الحاجات دي، وحياه امي اصلا مش هتتفرج على بورن يعني. حلو الكلام. نفس القصه على السكرولينج، نفس القصه. انا على فكره بسكرول يا جدعان عادي كده على التيك توك وعلى بتاع. انا يا جدعان ساعات بطلع لايفات اصلا على التيك توك يعني. انت متخيل انا في ليفل وسخ من اللوك ان يعني، فاهم؟ فعادي بسكرول على التيك توك وبسكرول على انستجرام. بالنسبه لي الموضوع عادي، بس طول ما الموضوع مش معطلني. فانا عايزك كل يوم المطلوب منك طول ما انت خلصت التاسكات دي، عايز تنزل تخرج، عايز تعمله. انا مش دعوه، مش فارق معايا بقى اليوم، بس حاول ما تكويش دماغك. عشان في حاجات معينه انت مثلا لو اتفرجت على بورن كتير مثلا بجد دماغك هتتكوي، قعدت سكرول كتير دماغك بجد هتتكوي. فخلي بالك انت برضو ايه من حاجه زي كده يعني. تمام. فانت تصحى من النوم عارف ان في اول تاسك عليك انك انت في ساعتين معينين انت تخلصهم في مهاره معينه من المهارات اللي انا كلمتك عليها دول. انا بس خاطر كاتب الحاجات تحت، فمعلش ادوا لي دقيقه واحده. انا اسف، انا عارف ان مفيش حد بيعمل كده في الدنيا، بس انا بجد لازم اجمع كل نقطه
من الحاجات اللي انا كاتبها هنا، عشان الحاجات دي مهمه جدا. طيب احنا كده خلاص عرفنا حته الفلوس. هتعمل ايه في ناحيه الفلوس؟ صح، اول شهر انك انت هتختار المهاره وهتتعلم الاساسيات فيها. هتختار المهاره وهتتعلم الاساسيات فيها. تاني شهر انك انت هتضطر انك انت تبدا تبيلد البيزنس سكيلز بتاعتك. تاني شهر وانت بتبيلد المهاره، هتبيلد البيزنس سكيلز وانت بتبيلد المهاره، وتبدا واحده واحده تطبق البيزنس سكيلز دي. البيزنس سكيلز ممكن تتعلمها من الديلرز، او انت بقى عايز تقرا كتب، تجرب اي مكان بقى الرود ماب اللي انت عايز تتعلم منها يعني. تمام. هت هت هتبيلد اوفر معين وتتعلم بزنس سكيلز كويسه. تمام. ممكن ساعتها تبدا تماركت نفسك على خفيف. بس هل انت هتماركت نفسك انت كشخصيا؟ لا. انت ممكن تقوم شغل ببلاش، مش هتعمل شغل ببلاش، تعمل شغل رخيص، او مثلا اب فرونت اللي هو انت في الاول تعمل مثلا شغل الاول، وبعدين تبقى تقول للعميل خلاص انا الشغل ده لو عجبك هتدفع فلوس، ما عجبكش خلاص انا بجد مش محتاج منك اي حاجه يعني. تمام. انا عارف الفيديو ده طول فشخ، بس ده بجد اقوى فيديو انا ممكن اكون عملته في حياتي يعني. هتبدا تعمل الاوفر بتاعك، هتبدا بس فكره انك انت بتتعلم ازاي تماركت لنفسك يعني. الشهر الثالث بجد لسه تبدا تدور على عميل بجد. لو المهاره بتاعتك حسيت نفسك انك انت الليفل بتاعك مش احسن حاجه، جرب انك تماركت. انت نفسك انك فعلا السوق مش متقبل الليفل بتاعك، حاول تشتغل وسيط واتعلم من الوسيط ده، من الراجل ده. يعني مثلا انا جبت فريلانسر اشطر مني في مجال معين، وهو خليته هو اللي يشتغل وانا جبت له عميل بتاع، ابدا اتعلم منه، اشوف هو عمل كده ازاي، خلى كذا ازاي، سوى كده ازاي، بحيث ان انا ابدا اطير. انا اصلا بقترح انك تعمل حاجه زي كده من تاني شهر يعني، فاهم حاجه؟ بحيث ان انا ابدا اطير، وفي نفس الوقت انا عارف ان انا الشخص ده اللي انا جبته ده هو احسن مني، فهو يعرف يدير رود ماب احسن، يعرف يخليني اسرع العمليه اكتر، بحيث ان انا اعرف اقوم بشغل زيه. فانا هعرف ان انا اخر الشهر الثالث بجد انا ممكن اعمل الشغلانه دي احسن منه. انت اصلا على فكره انت لو انت تميت ال 180 ساعه بجد انت ممكن تعمل الشغلانه لوحدك وتكسب 100% من الفلوس يعني، عادي جدا. فاهم حاجه؟ كل الرود ماب دي انا هكلمكم عنها في حته الكوميونتي. طيب يا جدعان، انا هعمل لكم كوميونتي خاصه. الكوميونتي دي هتبقى حاجه خاصه بينا احنا، حاجه احنا بتجمعنا، انا برد على اسئلتكم، الناس بترد على اسئلتكم وبتاع. سعرها رخيص جدا، هتبقى بس في الفتره دي. انا ما اعرفش بعد كده ممكن اكمل فيها ولا لا، بس هي هتبقى في الفتره دي. سعرها رمزي جدا، انا عاملاها سعر ايرلي بيردز في الشهر. حلو الكلام، بجد سعرها رخيص جدا جدا جدا. ايرلي بيردز يعني الناس اللي في الاول اللي هتشترك عامه في الفورم بتاعت الديسكربشن هتخش تملوه، وهيبقى لو انت عندك حجه انك انت مثلا عندك فتره امتحانات وبتاع، ساعتها اكتب لي في تاريخ كده معين، قول لي انا هقدر اعمل جوين يوم كذا وانا هضيفك في اليوم ده. حلو الكلام، مفيش اي حجه يعني انك انت ممكن تشترك عادي بالايرلي بيردز يعني. حاجه زي كده هتساعدك بشكل مرعب. انا اكتر فلوس عملتها في حياتي هو ان انا لما انا كنت بتجمع مع الناس، ساعتها انا كل شهر كل اسبوع مثلا ممكن بقى ابعت لكم هقول لكم عملتوا ايه يا جدعان الاسبوع اللي فات ده، هعمل منشن لاول، كل الناس هتجاوب. طب لو في حد ما جاوبش مده اسبوعين هيطرد. حلو الكلام، انا بقول الرولز في العدد اهو، هيطرد، اتحايل عليا. هو عامه هو اصلا لو اتطرد فانا هعمل له بلوك من على الواتساب، فهو اصلا مش عارف يبعت لي يعني، حتى اي مكان بقى هنعمله على الواتساب على التليجرام اي مكان مش تفرق يعني. تمام. هيطرد، لقيت ان في حد فعلا ما بيتفعلش هيطرد. ده رقم واحد. انا مش عايز اخلي شغل الاصنام ده، انا بجد مش حابه. اي حد بيتكلم في حاجه انتوا فاهمين قصدي يعني، بيقلل من الكوميونتي نفسها هيطرد يعني. انا عايز انظف الكوميونتي دي، هخليها ناس صفوه الناس دي فعلا ناويه تحقق حاجه في حياتها، وانا عارف ان حتى الكوميونتي دي في مثلا 10% من الناس بجد هي اللي هتعمل فلوس بتوسخه، هتعرف تحقق التارجت بتاعها، هتعرف تعمل كل حاجه حرفيا. تمام. فخش بجد اشترك، والله العظيم اعمل حاجه برخص التراب، وانا هبعت لكم ساعتها ممكن ابعت لكم بروجرامز، حاجه بونص من عندي، بروجرامز مثلا تمشوا عليها في كل مجال من المجالات دي. هبقى اعمل لكم حتى بروجرام تمشوا عليه في ال 90 يوم، هعمل لكم حاجات كتير قوي 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 يعني. طبعا هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت يعني. لو لقيت ان الفورم اتقفل اعرف ان هو بجد خلاص يعني كملنا مثلا عدد معين، غالبا العدد ده هيبقى 50 واحد، هو سعر هيزيد بعد 20 واحد، 50 واحد بجد، وانا خلاص انا بجد انا مكتفي بالناس دي، عايز اكمل معاهم لمده 90 يوم الجايين دول، عشان لو كتر ما هتزيد بقى هيبقى الموضوع بجد زايد قوي يعني. ف تمام. خلاص اول حاجه حته الفلوس يا جدعان، وعرفنا ازاي هنجيب فلوس، وعرفنا ازاي المهارات احنا المفروض نمشي عليها. هنيجي لتاني حاجه حته البادي، حته جسمك انت هتعمل فيه ايه. طيب هتتمرن 4 ايام في الاسبوع. الاربع ايام في الاسبوع دول هتمرنهم انتيريور بوستيريور او بوش بول ليج فول بودي، اي مكان بقى النظام انت هتمشي عليه. او ممكن في نظام انا كنت ماشي عليه في الاول يا جدعان، بوش بول ريست، وبعد كده بلعب ليج بوش ريست
بول ليج، فاهم حاجه؟ يعني بتمرن بوش بول ليج بس يومين واريح يوم، يومين واريح يوم، تمام، وامشي على البروجرام عادي جدا. ممكن تمشي بالنظام ده او تمشي بنظام انتيريور بوستيريور. انا بجرب النظام ده دلوقتي، انتيريور بوستيريور انا بجربه يومين وتريح يوم، يومين وتريح يوم، يومين وتريح يوم، طول الاجازه، تمام. كل يوم هتصحى الصبح هتاكل لك 4 بيضات مينيموم، 4 بيضات. اخر اليوم انت هتعمل لك، لو انت بتبلك يعني، اخر اليوم هتعمل لك شيكر. الشيكر ده ممكن يبقى شوفان، وممكن يبقى اللي هو بقى الشوفان على سوداني على موز على لبن على عسل، او انك انت هتعمله بالجبنه القريش. يعني الجبنه القريش دي انت هتجيب جبنه قريش وهتصفيها، او يعني اللي هو هتنقعها في الميه شويه لمده 5 دقائق، هتحطها تبقى زي الزبادي بالظبط، هتحط عليها ميه وفراوله او ميه وموز وعسل، هيبقى زي الزبادو بالظبط، ومش هيبقى طعمها مالح، مش هيبقى طعمها مقرف، والله العظيم هتعجبكم جدا. انت ممكن تشرب المشروب ده كل يوم يعني. في نص اليوم هتاكل لك بقى حاجات مثلا زي مكسر، ممكن تبقى مكسرات، ممكن تبقى اي مكان بقى الحاجه اللي هي بجد هتزودك، يعني حاجه بجد هي هتفيد جسمك يعني. هتنام كل يوم 7 ل 8 ساعات، كل يوم 7 ل 8 ساعات. ده مش اوبشن، ده بالنسبه لي اهم من الاكل، يعني اهم من انك انت تاكل، هتنام على عدد الساعات دول. هتشتري لنفسك مكملات، حلو الكلام. لو اكلك صحي، لو انت بتنزل في الشمس كل يوم ما تشتريش فيتامين د، خلاص انا اقنعت نفسي مش هشتري فيتامين د. اشتري لنفسك زنك، ممكن تشتري زنك ترون، او ممكن تشتري اوكتو زنك لو الحاله واقعه خالص. او انك انت في زنك، انا والله ما فاكر كان اسمه ايه، مش ليميتلس، هو كان، والله ما فاكر. المهم انك انت بس حاول تشوف، حاول يعني تشوف الجرعات بتاعته، عشان هي الجرعات بتفرق يعني، تمام. اشتري نفسك زنك، اشتري نفسك مغنيسيوم، حلو الكلام. الاثنين دول مهمين جدا قبل اي حاجه، تمام. لو انت ممكن ما تشتريش غيرهم عادي، ما تشتريش غيرهم، الاثنين دول كويسين قوي. لو تقدر تزود فلوس اشتري كرياتين، انا جايب فوق اهي، في علبتين كرياتين فوق، تمام. عشان مش عايز اقول عشان خاطر ما يبقاش اعلان يعني، بس انا جايب علبتين. ممكن تستثمر لو انت معاك فلوس، تستثمر مره واحده في علبه 100 جرام، اريح بكتير قوي، وانك انت ايه تخصص انت بجد ريحت دماغك ال 90 يوم الجايين دول، مش كل شهر تقعد تجيب في علبه. ما عندكش المقدره الماديه دلوقتي، اشتري كل علبه اللي هي 30 يوم، حلو الكلام. هات لك حاجه سعرها هادي، ما تجيبش حاجه سعرها غالي، بس اهم حاجه تكون انت واثق منها، وكرياتين كده كده واحد يعني، تمام، عادي يعني. هتاكل لك 4 بيضات في اليوم، قلت لك زي ما انا عرفتك، تمام. لو في عاده معينه وحشه بجد ما توقفهاش عادي. مش عايزك تبذل مجهود كبير قوي، انا عايزك تبذل مجهود كبير اكبر في الحاجات التانية، تمام. وبعد كده لما توصل لتارجت معين يا سيدي، ساعتها بقلل بقى ايه من الكوستس اللي تكلفك يعني، تمام. هتقرا كل يوم 10 صفحات في الجروب اللي انا هعمله ده. انت هتبقى فيه تاسكات معينه احنا متفقين عليها، تمام. من عدد الصفحات، من عدد ساعات النوم، من الحاجات اللي انت هتعملها في يوم، من الفلوس يعني، من التمرين، من اي مكان يعني، تمام. وهيبقى في حاجه زي اسبوع كده، كل اسبوع هبعت فيه كل يوم حد مثلا، هبعت فيه كده انا عملت ايه اخر الاسبوع ده، الناس تكتب لي انا قريت عدد صفحات كذا، انا عملت كذا، رحت الجيم كام يوم كذا، مش عارف ايه الحاجات دي كلها يعني، تمام. فحاول بالله عليك يا اسطى، بالله عليك لو انت في دايره حواليك او في حاجه مثلا دايره حواليك بجد يا اسطى، هم بيرفعوا لك الضغط يعني، بجد يا اسطى بجد امشي، والله العظيم امشي، امشي وسيب الناس دي بجد. مش بقول لك خليك متوحد، ما تقطعش مع كل صحابك، ما تقطعش مع حد من صحابك الا لو هو حد بيضرك، حلو الكلام. الدايره اللي حواليك مش لازم تبقى الدايره بيرفكت، خلي الدايره بيرفكت على الواتساب بتاعنا، وبره الواتساب انزل، وانزل القهوه وعيش، وبص اعمل اللي انت عايزه، وما توقفش كلام مع الحريم عادي يا اسطى بجد، اتكلم مع بنات، انا بتكلم مع بنات. آه، يفضل يعني، انت عايز نصيحه من اخ يعني، في الفتره دي ما تكلمش كذا بنت، حاول تلوك ان مع بنت واحده بس، والله العظيم ما كلامك بجد، حاول تلوك ان مع بنت، يعني بنت واحده بس انت بتكلمها بس، الباقي هيبقى بجد الموضوع مشتت جدا جدا جدا. وما انت بس حاول تختار بجد يا اسطى بنت واحده كويس، الباقيين عادي كلامهم عادي، معارف يعني بتاع، بس حاول تستثمر في بنت واحده بس، حلو الكلام، وانت في فتره اللوك ان. شوف انا اديت لكم حاجات جامده جدا جدا جدا. حاجه يفضل انك انت تعملها برضو، انا اسف ان انا طولت، بس انا عارف انكم انتوا لو عايزين الفيديو ده يعني، انا عارف ان في ناس كتير قوي عايزه الفيديو ده حتى لو يوصل لساعتين، ما عندهمش اي مشكله، انا بديهم نصايح فعلا قويه. بس يعني حاول تمديتيت كل يوم. انا هشوف بس حد بعت لي حاجه على الواتساب ولا لا، عشان انا في فتره امتحانات. هاي بلا بلا بلا. حاول انك انت، كنت ليه انا نسيت. حاول تمديتيت يا اسطى بجد كل يوم، بجد مديتيت كل يوم، اول ما تصحى من النوم لمده 10 دقائق، كل يوم 10 دقائق،
كل يوم. ابداها بثلاث دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق. انا شخصيا هعمل كده على فكره، أنا كنت وقفت بعد كده الموضوع فعلا كان بيغير حياتي. 10% بس من الناس اللي هنا دي هي اللي هتاخد الاكشنز اللي انا بكلمكم عنها دي. 10% على فكره يا جدعان، الجروب هيبقى رخيص بجد، هيبقى سعر الايرلي بيردز تقريبا هيبقى مش عارف 200 جنيه تقريبا، حاجه زي كده في الشهر بجد والله العظيم، ولا اي حاجه ولا اي حاجه. تمام. فقصاد بقى ان انا ممكن الحاجات بونصز بقى زي ما أنا قلت لكم بروجرام بتاع، بس الاهم ان كنتوا مع بعض وان انا موجود. لو انتوا حد فيكم منشني على الجروب على سؤال معين انا هرد عليه عادي جدا. تمام. بالعكس انا هبقى مبسوط لما احس ان انا في حد فعلا بيعمل بالحاجات اللي انا بقول لكم عليها. 10% بس من الناس يا جدعان هي اللي هتاخد الاكشنز في الحاجات دي، الباقيين مش هياخدوا اي حاجه. انت هتبقى من توب 10%، وهتبقى توب من ال 10% تانيين من الناس دي بقى. لو انت اتقلت وعملت لوك ان كويس فانت هتبقى بجد اصلا من التوب، ممكن مثلا 5% اي مكان يعني. which is good. هتعيش احسن حياه انت هتعيشها والله العظيم. هتجيب البايك اللي انت نفسك فيه، هتعمل فلوس جامده قوي، مش هتضطر انك انت تنزل الشغل تاني في الصيف. هتعمل فلوس حتى في الدراسه، خصوصا انا المهارات اللي بكلمكم عنها دي تعرف تعملها ساعتين بس في اليوم يعني. تمام. خش في الفورم اللي تحت في الديسكربشن. بجد هستناكم كلكم يا جدعان. انا لو 50 واحد اشترك انا والله العظيم بجد انا مبسوط جدا جدا جدا، ومبسوط جدا 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 بكل واحد فيكم راجل فعلا كمل الفيديو لحد الاخر. السعر لو زاد تحت في الديسكربشن ما تلومونيش انا، عشان انا مش عايز عدد كبير، ان انا مش عايز وجع دماغي. تمام.